صيف وحر يعني لازم نرطب على نفسنا. هنعمل مع بعض اسهل تورتة جيلي في العالم، وهنعرف ازاي الجيلي يكون متماسك بالشكل ده، وكمان الكيك هنعمله في الخلاط عادي خالص، يعني مفيش ابسط من كده. ويلا بينا على الفيديو، وانت داخله معايا ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي عندي لو لسه مش مشتركه. اول حاجه هنجهزها هي المكونات بتاعتنا، هقولها لكم وكمان هسيبها لكم على الشاشه. عندي كوبايه ونص من الدقيق، ونص كوب لبن، ونص كوب سمن، ونفس الكوبايه اللي عايرت بيها كمان كوب الا ربع من السكر بس طحناه. عندي كمان معلقتين كبار من النشا، وعندي بيضتين بس، وهناخد 2 باكيت فانيليا، والبيكنج باودر ده هناخد نصه، وكمان ما ننساش رشه الخل البسيطه وذره الملح البسيطه قوي. هنجيب الخلاط بتاعنا وهنحط فيه المواد السائله، السمن والحليب والسكر وكمان البيض والفانيليا، وهنضربهم مع بعض. وبعدين هنجهز بقى المواد الجافه بتاعتنا، وما ننساش نحط معاهم ذره الملح واحنا بنضربهم. وبعد ما ضربتهم تمام وتجانسوا مع بعض، حطيت لهم برضو معلقه الخل الصغيره بعد ما اتضربوا. هنا بقى بنعمل المواد الجافه بتاعتنا، عديناها كلها على منخل الدقيق والنشا والبيكنج باودر، وقلبناهم كده مع بعض كويس قوي، وخدت نصهم كده في طبق. وهبتدي بقى انزل بالمواد السائله على المواد الجافه، ونقلب كده في اتجاه واحد من تحت لفوق لحد اما الدقيق يختفي معانا تماما. وبعدين هننزل ببقيه الدقيق بتاعنا وهنقلبهم لحد ما يتجانسوا ويختفي الدقيق معانا، وبس كده منقلبش كتير. عندنا الصينيه بتاعتنا مجهزينها، مبطناها بالسمن ورشه من الدقيق، ونفضتها كويس جدا من بواقي الدقيق الزياده اللي فيها، ونزلت على الخليط بتاعنا في الصينيه بتاعتنا. مشغله الفرن قبليها ب10 دقايق. هندخل الصينيه بتاعتنا رف اوسط درجه حراره 180، وبعدين لحد ما تستوي معانا. بعد نص ساعه هنختبرها، لو لسه هنسيبها دقايق شويه، لو خلاص تمام هنطلعها. طبقه الجيلي اللي هنعملها بنفس الطريقه بتاعه الباكت اللي مكتوب عليها، بس هنزود معلقتين صغيرين من الجيلاتين، وكمان رشه صغيره من ميه الورد او الفانيليا زي ما تحبوا، وهنقلبهم كويس قوي لحد ما يدوبوا تمام. وما ننساش نشيل من الجيلي ده حوالي ربع كوبايه علشان سقينا بيه الكيك بتاعنا. وزي ما موضح لكم، قطعت موز وحطيته مع الجيلي، دخلته على التلاجة، ما خدش وقت نهائي في ان هو يتماسك. دي بقى لطبقه موز الفراوله، وهي سهله. هنا مش هنتبع خطوات الباكت بتاع الجيلي، هنقلل الميه بتاعتنا. المفروض الباكت بنحط له نص لتر من الميه، فانا هنا حطيت ازيد من ربع لتر بحاجات بسيطه، ما زودتش عن كده. وضفت عليهم معلقتين صغيرين من الجيلاتين وشويه من ميه الورد او الفانيليا، وقلبتهم كويس قوي لحد ما دابوا معايا تماما. يجي بقى في المضرب، او ممكن الخطوه دي في الكبه، مفيش مشكله. هنحط تلت كوبايه من الكريم شانتيه وتلت كوبايه من الحليب الساقع قوي، ومعلقه ونص كبيره سكر بودره، وهنضربهم كويس قوي. وضفت لهم كمان خليط الجيلي اللي لسه محضرينه من شويه على الكريم شانتيه اللي عملناه، وضربتهم مع بعض كلهم. وبعدين بقى ضفتهم على الطبقه بتاعه الجيلي اللي احنا دخلناها تجمد في التلاجة، ودخلتها التلاجة تاني. اول ما لقيتها تماسكت جبتها على طول عشان احط لها الكيك. وزي ما قلت لكم، زي ما شايلين ربع كوبايه من الجيلي في الاول خالص، سقيت بيه الكيك بتاعي. طبعا قسمته وخدت الطبقه اللي انا عايزاها وبس. وبعدين دخلتها لاخر مره بقى في التلاجة علشان طبقه الكيك تمسك مع بقيه الطبقات كده، ما قعدتش كتير. وبعدين بقى بنطلعها. عشان نطلعها من الصينيه بتاعتنا بنحط ميه سخنه في صينيه تانية اكبر زي ما كان موضح لكم بالظبط، وبننزل الصينيه فيها للثانيه، ما بنسيبهاش كتير عشان ما تسيحش. وبعدين بنقلبها، بتنزل بمنتهى البساطه، والطعم مش هقولك عليه، لما تجربيه هتعرفي بنفسك. اتمنى اكون قدرت افيدكم، وباي باي. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.